قاعدة أخرى: إياك أن تحزن إذا سلبك الله عز وجل نعمة من النعم. ليه؟ لأن الله ما سلب عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. ومرة يسألني واحد يا شيخ سماني في الجامعة الكبير تمام بدري، يقول لي: أنت دائما بتقول ما سلب الله عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. قلت له: نعم، والآن بكرر لك، أقول لك بكل يقين: ما سلب الله عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. قال لي: طيب ما هي أعظم نعمة بالنسبة للإنسان؟ قلت له: العقل. العقل، لأن العقل هو الملكة الوحيدة التي فضل الله بها الإنسان على سائر الخلق، فضله على الملائكة وفضله على الحيوانات وعلى النباتات وعلى الجمادات وحتى على الجن الذي يشارك الإنسان في تصرفات الاختيارية، لأن الجن لا عقل له، عنده ملكة تناسب العقل في الإنسان، لكن الله ميز الإنسان بالعقل. قال لي: طيب المجنون الذي ملك أعظم نعمة وهي العقل، المجنون ستر عقله، دي أعظم نعمة. ما هي النعمة الأعظم التي عوضها الله المجنون بعد ما سلب عقله؟ سؤال، مش ورطة دي، مش ورطة. أنت تقول أعظم نعمة عند الإنسان العقل، لأنها مناطة التكليف، إذا غاب العقل لا تكليف، صح؟ طيب المجنون ده عوضه شنو؟ قلت له: والله عوضه الله بنعمة يبحث كل العقلاء عنها ما يلقوها. ما هي أعظم نعمة يطلبها الكل؟ أن أفعل ما أشاء ولا أحاسب. أي زول جيب الرئيس قول له: أمنيتك شنو؟ أطلع من السودان ده بالراحة كده من الحكم ده، أتنازل أقعد في البيت زول يحاسبني مالي. فأعظم أمنية يتمناها الإنسان أن يفعل ما يشاء ولا يحاسبه أحد من البشر ولا يحاسبه الله يوم القيامة. المجنون أخذ من الأول وهلا. ولذلك المرأة التي كانت تعتري حالة فتفقد صوابها ووعيها وتتكشف أمام الناس، وكان الناس يقولون لها ذلك: انت حصل لك كده كده وتكشفت قدام الناس. فجاءت إلى سيدنا رسول الله قالت: يا رسول الله، تعتريني حالة وأتكشف عن ملابسي، أسأل لي ربنا. قال: يا فلانة، إن شئت صبرت ولك الجنة. يعني إن شئت صبرت على هذا الذي يعتري عقلك، وإن شئت دعونا لك الله، لكننا إذا دعونا لك الله فشفاك حاسبك على كل شيء. قالت: يا رسول الله، فضلت أن أظل على حالتي حتى أدخل الجنة بلا حساب، ولكنك اسأل لي الله إن اعترتني هذه الحالة ألا أتكشف من الملابس. يبقى إذن إياك أن تحزن وإياك أن تغنط إذا ما سلبت نعمة. ليه؟ لأن الذي سلبك نعمة عوضك في مجالات أخرى، وقد تجد أن العوض أعظم عشرات المرات عما سلب. وصلى الله وسلم على سيدنا